نهار الثلاث اجتمعنا شباب دوز بطالة باش نمشوا للشركة البترولية اللي اسمها بيرينكو هذه الإيطالية باش ناخذوا معناها نحاولوا كيفاش ناخذوا حقنا من البلاد هذه للثروات البترولية. طلبنا مطالب عادية، والي طفان، معتمد طفان، فهمت ولا؟ طلبنا مطالب باش يحكي معنا مسؤول، طفونا جابوا لنا الحق. هذايا الجامع امس ناس تصلي وقت الجمعة ماضي ساعة ونص ساعتين ناس تصلي فهمتني وهم يحذفوا في الغاز في وسط الجامع. الرجال الكبار قال لك ما عادش فيها وين معناها حتى اللي كان يشد في ولده مش ما يمشيش ولا حاجه مش ما يعتصمش على حقه قال لك يا خويا ضم يضربوا فينا في ديارنا في الجامع في الدنيا كل معناها ما عادش فيها وين. معناها راجل في العمر هذا يجي يعاون عمره 18 19 عام يشده يضرب على الحيط معناها هذوما ناس جاي معناها يحموا في الدوله هذوما اللي قاعدين يحموا في الدوله وخارجين امه وبنته وعيلته وبنته خارجين معناها يضربوا في النجده وهم جايين يضربوا فيهم في دارنا الداخل ضربوا علينا في على البلار دخل غطى علينا الداخل. بديت النادي خرجنا من هني الكل دخنا ما عادش فينا بديت نعيط وخارج البرا والنادي فيهم خرج راجلي وكل طيشني بديت النادي فيه يا وليدي يا امن الله يرحم والديكم يا وليدي تعالوا نقضونا تعالوا نقضونا باش نموتوا واحد ينظر عليه من غادي ويسب فيه سمعت وحلين الكاسات ولا الله اعلم عليهم ويشطحوا سمعت ويشطحوا شيخين ويغنوا وين ندي فيه وزيد يسبني وزيد يرمي لي بكعبتين اخرين يشد يضربه يلصقه في الحيط ويجبد وشد السلاح حتى في وجه امك يومي نحت ليدا قالت لها راجل كبير يا ودي وما يسمعكش مريض سايب الراجل وحلوا الاغنيه ويشطحوا يلي بيكم يلي عليكم علينا حنيا راهم تاع نساوي مش سبين الرجال يصبوا في الرجال يصبوا فينا حني بكلام كلام ما نجمش نقوله عمري ما توصفت به. زميله معناها راجل الله يبارك له والله يرحم والديه دخل بيني وبينها هيك وبين الباب يقول لها شنو اللي تعمل فيها؟ اش تعمل؟ اش تحشمش على روح؟ هو واحد اخر زوز واحد لابس الكمبه والاخر لابس كيفه هذوما الزوز باش نقضونا منهم. ما همش حمايه الديار ما همش امن هذوما خراب للديار هذوما ناس مجرمين جايين يا ناس تشرب في الشراب يعملوا في الموسيقى في الكراب نتاعهم كراب نتاع امن فيها المزود فيها الربوخ ويشحوا ويضربوا في الديار عنوه اني عسكري متقاعد أنا معناها كأمني قديم معناها ناس يخدموا مع بعضنا هذوما لا يموتون بالأمن لا يصير ناس همش معناها هذوما لا سبيل لك باش يرجعوا زاد الدوز باش نقول مستحيل. راهو هناك بعض العناصر التكفيريه نعاود ناكد هناك عناصر تكفيريه تحاول انها تخلق معناها فراغ امني وعندها مصلحه من خرق فراغ امني بالجهه. انا لا نعرف لا تكفير ولا اولادي تكفيريين ولا عندنا المستويات هذه الكلام يقول فيه كاكا لا هذه شباب ظلمت ناس قاعده عندها مطالب كذا كذا الامن هو اللي يستفز فيها والامن هو اللي يضرب فيها جاك انت قدام المقر نتاعك اضربه ما تجريش وراه في الديار وتضرب فس ويضربوا في الكرموجان فس الديار عنوه اجا دور على الديار كل مليانه ومش جايبين حاطينهم تجي تشبح الكعبه وانضربت انواع واشكال من الكريموجان دخلوا سرقوا فلوس سرقوا تليفونات اللايت سرقوا ريديناتات هاول الكان تاع العوان ريت عوان الراس نتاعها ريتها ولا ها هذا البركان تاع العوان هذا بركان نتاع عون هذه كيف جيت حليت فبري قرابة 200,000 في وسط الكاس معناها سبيس فهمتني ولا وتليفونات اللايت فيهم فلوس وتكيات ما الى ذلك معناها بابري كلهم تليفونات اللايت وتكيات والفلوس قرابة 500 دينار فهمتني. هم مواطنين وصلوا لتونس باش يعملوا عمليات بالغاز عمليات مضروبين بالغاز. هذا شيء في مدرسة بعد ما كنا في الجامع هذا في المدرسة فرج تلامذة ذراري صغار معناها كيفاش في مدرسة هاي تفرج هذه يضربوا فيها في تلامذة معناها تصور انت تلميذ يضربوه بالغاز يضربوه بهذية معناها تفرج خرطوش دمار هذا يقولوا له دمار مادام مطفيينا حقرينا مادام ساكتين هكا. امس عملوا لي براج بالبقات في اول البلاد شدوني لي واهلي كسروا لي كرهب وضربوا امي واختي برقوه بالكرهب وهبط عون بالكره الساعه المقرون نزل على البرابيز شوف فيه قدام اخر اهلك كلها راكبين هني
كان مخرج بكره من ويزيد يدور. انا هزيت ايدي هكا بديت نتقي معناها نبعد فيه وبدي يضرب معناها من غير ما نقدر لا في كلام ولا في فعل ولا حتى شيء ومعنا بناويت نورمالمون الامل معناها نشوفوا الامل باش نطمنوا به احنا ما عندناش معناها الامل ما عندناش نطمنوا به بدنا رجالتنا ودرنا هم اللي مطمنين بهم اكثر معناها قطاع الطرق ما عادش يدر قطاع الطرق بدي الامن اللي احنا ما جايبينه باش يحمي على بلادنا معناها احنا بالطريقه هذه ولا نعيشوا في كارثه معناها تتجاوزوا هكا احداث الاولى نتاع الثوره هذيك نتاع البركاجات باش وصلنا مرحله تو انه وقت اللي تشوف اعوان امن تولي تخاف معناها كان امراه يجرى فيها كيما هكا وبنيه يجرى فيها كيما هكا تعرف الطفله هذيك اللي ريتها ما وصلوا البارح باش تدق لها زريقه كان تقريبا يجي 3 ولا 4 سي كتفوا فيها دخلت في هستيريا خايبه خلاص معناها فرحه النجاح اللي كانت منتظره تتحول الى كارثه وابريتو شكون باش ياخذ حقنا حنا تو السبب الرئيسي هم اعوان الامن اعتداء على العائله في الطريق منها هشم الكرهبه وسيب رمجان وضرب مراه وطفله فهمت ماهوش معقول هذم ارهابيين شبينا ما تصرفناش معاهم على اساس انهم ارهابيين نرجع لسفيان بن حميده نحب صحيح معلومته ان بالنسبه لمدينه دوز راهي لا تشرف بك انت لغيرك خاطرك انت الارهابي مش هم الارهابيين ماني ضد حاكم ورانا وطنيين ورانا نموتوا عليها البلاد هذه اما يجيني يعري روحه ويتعدى لي معناه يتعدى يسب لي امي ويسب لي اختي راه مش راه ما عندهاش بلاصه عندنا احنا بالنسبه لنا اللي يجي يسب واللي يجي يعري روحه علينا ما عندهاش بلاصه في دوز يا نذلك بالحاكم ونسبك ونسب لك اختك وتريد وتهبط راسك لوطه وتقعد رايض فهمت ولا وفمك ما تحلاش لا طالب تنميه لا طالب حتى شيء يا ردوك ارهاب